قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إلا أن القوم عصوا ربهم وعصوا رسوله، وإذا كان للناقة شرب يوم معلوم فقد حرم الإمام الحسين عليه السلام من شربة ماء وحاصروه مع عياله وأصحابه. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عاقب الله قوم صالح وعاقر الناقة لأنهم خالفوه وخالفوا نبيه صالح عليه السلام، وحاش لله أن يورد هذه القصة عبثا أو احتباطا، حاشاه.